السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الهريسة الاسكندراني، وهتطلع معاكي، هتنجح معاكي من أول مرة. شايفين يا جماعة سر بقى جمالها ولونها وطعمتها؟ هتعرفي بقى سرها كله كده في مطبخ داليا. بجد أحلى وأطعم من اللي بتشتريها من بره، وكمان دايبه وناعمه. وهقولك ازاي بقى تشرب معاك الشربات كله، وهقولك على طريقه التسويه بتاعتها. شايفين احلى هريسه اسكندراني ممكن تعمليها، وكمان يا جماعه دايبه ومرمله جدا. شايفين عامله ازاي؟ وقبل ما ندخل على الطريقه يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجه معايا هنا كوبايه الا ربع من السكر. هبدا بقى اكرملها، عشان طبعا الهريسه الاسكندراني بيكون كده متكرمله معانا بالشكل ده. شايفين؟ ببدا بقى من وقت للتاني بهز الكسرولة كده بالشكل ده كده، وما تدخليش المعلقه خالص دلوقتي لحد كده ما الحروف بتاعتها بقى تبدا تسيح بالشكل ده. ببدا كده ادخل معلقه خشب وابدا اقلب السكر بتاعنا ده بالشكل ده كده. والنار بتاعتك تكون هاديه معاكي، ما تسيبهاش عاليه، لان لو سبتيها عاليه السكر هيتحرق معاكي وطعمه هيمرر منك. لكن كده النار بتاعتك تكون هاديه بالشكل ده لحد كده مساح معايا بالشكل ده كده. ضفت له بقى كوبايه الا ربع من السمنه. هبدا بقى اقلب السمنه مع الكراميل بالشكل ده كده يا جماعه. قلبتهم بقى كويس. وطبعا في الوقت ده لو حسيت ان الكراميل بتاعك بدأ يتكتل شويه ما فيش اي مشكله. خلاص، اهم حاجه النار بتاعتك تكون هاديه بالشكل ده كده. وفي الوقت ده بقى بجهز معايا كوبايه من اللبن، واللبن بتاعنا يكون دافي ما يكونش ساقع، عشان لو نزلت بساقع هيعمل تكتلات بالشكل ده كده. شايفين؟ ولازم الحاجه اللي انت تشتغلي بيها تكون واسعه معاكي شويه، علشان بيحصل فوران بالشكل ده. نزلت بكوبايه كده من اللبن الدافي بالشكل ده كده يا جماعه. وهبدا بقى اقلب الكراميل، وهتلاقيه فار معاكي او علا مفيش اي مشكله. شايفين زي ما حصل معايا كده بالشكل ده؟ حطيته بس رفعته من على النار شويه، ووطيت برضو النار شويه بالشكل ده كده. وبعد كده هنزل بيه تاني على النار وهقلبه كويس لحد ما يكونش فيه اي تكتلات معانا. حابه برضو تعملي الخطوه دي بكوبايه ميه مفيش اي مشكله، بس اللبن طبعا بيديها طعم بقى وغناوه كده بالشكل ده. خلاص، قلبت كده كوبايه اللبن او الحليب يا جماعه بالشكل ده كده. بعد ما السكر داب وحطيت السمنه ونزلت بكوبايه اللبن. خلاص كده بقى جاهز معايا. خلاص هطفي بقى عليه النار واسيبه يهدى بقى معايا، علشان لما اجي انزل بيه على الدقيق البسبوسه يكون هادي معايا ما يكونش سخن. معايا هنا نص كيلو من دقيق البسبوسه او دقيق السميد يا جماعه بالشكل ده كده. بنشتري طبعا سايب من عند العطار. معايا كده معلقتين كبار من جوز الهند، ومعايا كمان معلقتين كبار كده من الدقيق. والدقيق شيء اساسي في الوصفه بتاعتنا، علشان بيربط بقى الهريسه بتاعتنا كده بالشكل ده. معايا ربع معلقه من البيكنج باودر، وحطيت كمان رشه الملح. يبقى حطيت نص كيلو دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسه، معلقتين من جوز الهند، معلقتين من الدقيق، ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه الملح. خلاص الخليط بتاعنا بقى يا جماعه كان هدا بالشكل ده كده. يعني سبته بس 10 دقايق كده. وبعد كده نزلت بقى بيه على خليط البسبوسه بتاعتنا او خليط السميد، وهبدا بقى اقلب بالمعلقه بالشكل ده. طبعا في الوقت ده ما تقلبيش كتير، يا دوبك بس دقيق السميد او دقيق البسبوسه يختلط كده بالمواد السائله اللي نزلناها بالشكل ده كده. خلاص بقى بتبطلي تقليب، عشان طبعا لو قلبتي فيها كتير او عجنتي فيها بتشدي معاكي كده ومش هتطلع طريه معاكي. يا دوبك بس انت بتخلطي الدقيق اهو بالشكل ده كده يا جماعه. يا دوبك تقلبتين بس من تحت لفوق كده، وكده خلاص عجينه البسبوسه بقت جاهزه معانا. خلاص في الوقت ده بقى جبت الصينيه بتاعتي مقاس 30، دهنتها دهن السمنه كويسه، ونزلت بقى بيها بالخليط بتاعنا بالشكل ده كده. وهبدأ بقى اوزعه في الصينيه. وطبعا في الوقت ده بقى انا كنت شغلت الفرن علشان تدخل على فرن سخن. خلاص هوزع بقى البسبوسه بتاعتنا او الهريسه في الصينيه بالشكل ده كده. ممكن برضو
تبل ايدك ميه كده وتسوي بقى وش الهريسه بتاعتنا بالشكل ده. تبل ايدك ميه بس، وتقومي بقى مسويه الصينيه بالشكل ده كده، هتلاقيها بقى اتسوت معاكي وبتتفرد معاكي طبعا بكل سهوله. كده اهي بقت جاهزه عندي بالشكل ده كده يا جماعه. بعد كده بقى حابه بقى تحط شويه من المكسرات على وشها كده، شويه من الفول السوداني، يعني زي ما انت عاوزه. حابه تسيبيها ساده براحتك، بس هي كده بتكون طعمها جميل جدا. وزعت بقى شويه كده من الفول السوداني او اي مكسرات عندك، وهبدا كده ابطط بقى الفول كده في العجينه بتاعتنا بالشكل ده كده اهو. اديها بس تبطيطه كده بالشكل ده كده عشان تثبتي عليها اي نوع مكسرات انت هتحطيه. وزي ما بقولك في الوقت ده بكون مشغله الفرن، وبشغله على درجه حراره 200، وبشغل من فوق ومن تحت مع بعض علشان ما تقعدش معاكي فتره طويله في الفرن وتطلع ناشفه منك. قعدت حوالي يا جماعه 25 دقيقه في الفرن. على بال بقى ما تطلع من الفرن هجهز الشربات. معايا هنا كوبايه ونص من السكر، طبعا الشربات بتاعها بيكون سخن وهي طالعه سخنه، وحطت لهم كوبايتين من الميه، ومعايا كمان نص عصرة ليمونة اعصرها بقى بالشكل ده كده من غير ما بقلب الشربات ولا اي حاجة يا جماعة. برفعه بقى على النار حوالي 7 دقايق كده، بطفي عليه النار، وبعد كده بضيف له ظرف من الفانيليا. وكده الهريسة بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن اخدت اللون ذهبي كده جميل بالشكل ده كده يا جماعة. والشربات بتاعنا كمان كان طفيت بقى عليه النار، يعني الهريسة سخنة والشربات سخن، وابدا اسقي بيها بالشكل ده. شايفين اول ما بتسقي بيها بتشرب الشربات بتاعها ازاي؟ كده تعرفي ان الهريسة بتاعتك ناجحة جدا معاكي. شايفين اول ما بتنزلي بالشربات بتشربه كده بالشكل ده على طول. خلاص هسقيها بقى كلها كده لحد ما تشرب شرباتها كله كده بالشكل ده كده اهو. لكن انت بقى لو خدتي عجنتي فيها كتير كانت هتطلع معضمه منك من الفرن ومش هتشرب الشربات بتاعها ده خالص. شايفين اهو. هغطيها بس بقى حوالي يعني نص ساعه بالظبط بالشكل ده كده، وبعد كده نقدمها بقى مع بعض. شايفين يا دوبك بس عدى عليها كده نص ساعه يا جماعه بالشكل ده كده. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ شايفه بقى انت لو بتشتري الصينيه دي من بره شوفي سعرها هيكون بكام دلوقتي، لكن انت بشويه مقادير من البيت هتعمليها وهتطلع سهله معاكي جدا ومش هتاخد منك وقت. قد ايه بقى كانت دايبه معانا ومرمله وشربت الشربات بتاعها كله بالشكل ده كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وطبعا لو الوصفة عجبتك يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.